السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. الا كنتوا اول مره تدخلوا كتشاهدوا القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد على القناه. وغادي نقول لكم هنا عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه باش ما كتمناو واخا جات معطله ماشي مشكل. فاليوم البنات جيت نشارك معكم الطريقه سهله مهله في تحضير البطبوط ولا المخمار باش يجيكم ناجح، يجيكم هشيش وكذلك كيجي خاوي من الوسط. شوفوا كيفاش كيكون، وطريقه باش تحتفظوا به واخا تصايبوه. ديروه في كونجيلاتور وكي تخرجوه وتسخنوه كيجي بحال ليله. يلا كي طيبتوه نخليكم مع المقادير. كنحتاجو هنايا زلافه ونص ديال الفينو مع زلافه ديال الفورس، معلقه كبيره عامره ديال الخميره الفوريه هي خميره العجين حبيبات، والماء دافي باش تجمعوا العجينه ديالكم. هنا باقي ما درتش الملحه حتى كنخلط شويه العجينه مزيان مع هذيك الخميره، عاد كنزيدوا الملح من بعد. المهم بالنسبه للناس اللي غيخدموا في الترموميكس راه عادي كنديروا 5 ديال الدقائق الموت بيتران وكنبقاو كنزيدوا الماء من لوريفيس حتى كتجمع لينا العجينه. بالنسبه اللي غادي يعجنوا في الروبو ولا في ايديهم راه عادي كتبقاو بحال هكا، نتوما كتزيدوا في الماء وكتجمعوا العجينه ديالكم حتى كتجمع مزيان وكتبداو تدلكوا فيها مزيان وتغطيوها وتخليوها حتى تخمر. كتكون العجينه خفيفه على هذاك الشكل كما شفتوا دابا. كنجي هنا كنقسمها على كويرات. من طبيعه الحال ما عندي العجينه شويه خفيفه فكندير الفينو. هنا غادي نقسمها كيف كتشوفوا هكا على كويرات. تقريبا غادي ندير هنا 6 ديال الكرات. وصافي زعما راه هي الطريقه باينه كيفاش. هنا البنات فاش كنعجن العجينه وكندلكها بلا ما نخليها في لو بول، هذيك الساعات كنهزها وكنكورها هكذا كويرات، نخليها واحد 5 ديال الدقائق هكا كويرات ونبدا كنقرص من بعد. صافي كنديرها تخمر. فبالنسبه للخميره البنات الا بغيتو تحطوا هاد البطيبطات ديالكم يخمروا فديما فوق البوطاجي مع كيكون رخام بارد ديما نفرشوا شي حاجه سخونه بحال شي بطانيه ولا شي حاجه، عاد ديروا فوق منها لي زار اللي غادي تحطوا فيه ولا المنديل اللي غتحطوا فيه البطبوط ديالكم باش دغيا كيخمر. حتى شي اللي جيتو حطيتوه منه زعما البوطاجي ولا الرخامه راه ما كيخمرش لكم دغيا وكيبقى الوقت بزاف، سورتو فاش كيكون الحال بارد. صافي هنا كيف كتشوفوا البنات كنقرصوا مزيان مزيان. بغيتوه يجيكم كما درت ليه انا كنقرصوه مزيان، بغيتوه يجيكم غليظ فكتقرصوه غير شويه ما كتوصلوش حتى لهاد الحد ديال التقراص اللي قرصت انايا. المهم كيكون هكذا على هذا الشكل، وديما كنقرصوه بالمساعده ديال الفينو. هنا بالنسبه للمقله اللي غنطيبوا فيها، هذه هي لاستيوس اللي غادي نقول لكم باش يتنفخ لكم. المقله كنخليها تسخن واحد 10 ديال الدقائق فوق من البوطه، عاد كنبدا كنطيب البطبوط ديالي. كما نحطها كنخليها واحد ما كايناش نص دقيقه كنقلبها هكا، كنبقى كنقلب فيها ما تخليوهاش زعما بلا ما تقلبوها، كتبقاو تقلبوها وتحركوها تقلبوها تحركوها باش كتنفخ. سينو الا ما بقاتش كتقلب بزاف على الجهات بجوج وكتحرك وداك الشيء راه ما غاديش تنفخ لكم. هنا كونوا اكيدين ان البطبوط كامل ديالكم الا درتوا ليه بحال هاد الطريقه هذه تاع تبقاو تقلبوا دغيا راه كيتنفخ كامل، وإلا تعطلتوا عليه في التقلاب راه ما كيتنفخش. صافي هذه هي الحيله ولا لاستيوس باش كينجح لكم. شوفوا كيجي مشفج وكيجي غزال، شوفوا كيفاش كيجي ها نتوما. صافي هنايا بالنسبه للطريقه باش تخزنوه هكذا كتخليوه حتى كيبرد تماما
وكديروه في البلاستيك، كديروه في البلاستيك ضروري ماشي الثوب، كديروه في البلاستيك وديروه في الكونجيلاتور ولا ديروه في الثلاجه الا كنتو غتحتاجوه غير هادوك الايامات، كديروه غير في الثلاجه لتحت، وكتبقاو تجبدوه وتسخنوه في المقيله ديالكم عادي، ولا في اللي عنده الاير فراير راه حتى هو كيسخن فيها كيجي مزيان، غير ما تسخنوش بزاف باش ما يقصحش ليكم. صافي، وكيف كتشوفوا راه كيجي غزال وخليتكم على خير.